الجدود أنشأوا العلم العجيب ومجرى النيل في الجبال لهم في الدنيا آلاف السنين ويفنى الكون وهم لهم في الدنيا آلاف السنين ويفنى الكون وهم فاليوم 25 النهارده طبعا. انا طبعا في البدايه انا هشارك، يمكن احنا هنشارك النهارده في المنصوره مش في الدقهليه، مش في القاهره، احنا هنشارك في المنصوره واحنا 6 من الموضوع، والامن نزل طبعا امبارح يقبض علينا ما كانش خد والد بدالي. المهم يعني اللي حصل. فاحنا هنشارك. بس انا عايز اقول لو الوفد هيشارك احنا لابد ان الوفد يشارك، لان طبعا كل الاحزاب هتشارك وكله هيشارك، ويمكن الوفد يوم مش هيغير اي تاريخ مصر، مش هيقول الاخرى يحصل ثوره، يوم الثلاثاء يحصل ثوره والحكم هيتلف، لا بس هو بدايه. انا مع نزولكم الشارع، احنا مشكلين لجنه من السكرتير العام ونائب رئيس الحزب ورئيس لجنه الشباب لتنظيم الوقفات الاحتجاجيه والمظاهرات. عايزينكم تنزلوا الشارع، عاملين بنجيب اعلام ولافتات وانزلوا اتحركوا. الوفد يطالب بما يلي: أولاً، تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق آمال الأمة في الإصلاح الحقيقي الذي يبث الأمل ويقضي على حالة اليأس والإحباط التي تمكنت من المصريين. ثانياً، حل مجلس الشعب المطعون في شرعيته وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وعلى أساس الضمانات التي سبق وأن طالب بها الوفد. وأنا هنا من حزب الوفد أناشد شباب مصر الواعي والذي حول التغيير من رغبة وحلم إلى إرادة وواقع. أناشده أن ينضم إلى اللجنة الشعبية لحماية مصر، والتي تتكون من كافة الحركات الشبابية والقوى والأحزاب السياسية، والتي تتخذ من بيت الأمة مقرا له. كما أناشد كل مصري حر شريف قادر على مواجهة تلك الظروف للمشاركة معنا.
يعلن الائتلاف الوطني للتغيير أنه في ظل الأحداث العصيبة التي يمر بها الوطن والتي تتسارع وتيرتها وتوافقا مع مطالب القوى الوطنية للتغيير، يدعو الائتلاف إلى الاستجابة إلى مطالب الشعب والتي أسقطت شرعية رئيس الجمهورية وأصبح عليه ترك منصبه. المصانع من غيطان الفلاحين. مصر جاية من الحواري من غلا شقياني، من هد الحلف المصانع من غيطان الفلاحين. قوم يا مصري، مصر قامت، مصر تعبت لما نامت. قوم يا مصري، مصر قامت، مصر تعبت لما نامت. علي صوت الثورة فوق، صوت اللي سارقين الغنى من كل أحلام السنين.
أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. إلى شعب مصر العظيم، وإلى أبطاله الشباب الذين صنعوا التاريخ، اليوم تبدأ مصر أولى صفحات تاريخها الجديد. اليوم نبدأ في بناء دولة كنا نحلم بها، وكنا ننتظر تحقيق الحلم الذي ناضلنا من أجله جميعا. لقد رحل النظام وانتهى عصر الاستبداد. اليوم تشرق شمس الحرية على هذا الوطن. تحية لكل الشباب الذي خرج دفاعا عن حق شعب مصر، وتحية للشهداء الذين سنتذكرهم دائما بكل فخر وكرامة، وسيخلد دورهم في تاريخ مصر وفي أذهان وعقول أجيالنا القادمة.